الخيط اللي هستخدمه هستخدم خيط صوف سمكها متوسط زي ما انتم شايفين كده. هستخدم معاه ابره مقاس 5، مع ان هو بيقترح عليا اشتغل بابره مقاس 4، لكن انا بحب اشتغل بابره اكبر مقاس عشان الشغل يطلع معايا مرتاح ومظبوط. المقاس اللي هنعمله مقاس من مواليد ل6 شهور، فهبتدي ب45 غرزة من السلسلة. بسم الله. 1 2 3 4 5 6. وعشان الناس اللي بتشتغل من خيوط مختلفة او خيوط سمكها اتقل من دي او ارفع من دي، فانا قست السلسلة على المزورة لقيتها 28 سنتي. بعد كده همشي كده اعدل الخيط بتاعي السلسلة بتاعتي، وهقفل اعملها دايرة في اول سلسلة انا اشتغلتها بالمنزلقة. هرتفع 3 سلاسل، وهشتغل في كل غرزة هتقابلني في الدايرة دي هشتغل فيها عمود بلفة لنهاية الدايرة. اشتغلت في كل غرزة غرزة عمود بلفة. هنقفل هنا في تالت غرزة من 3 سلاسل ارتفاع. السطر ده هشتغل غرز بليسيه، يعني عمود امامي وعمود خلفي، فهنزل هنا اهول بس الخط شوية وانزل في نفس العمود اللي انا قافلة فيه، اعمل حشو واخد سلسلتين ارتفاع. ده بمقام عمود امامي وعمود خلفي. يبقى كده انا عملت عمود امامي. اللي بعده هعمل عمود امامي، واللي بعده عمود خلفي. هشتغل السطر ده 2 امامي و2 خلفي، يعني هشتغل غرزتين امامي. كده انا اشتغلت غرزتين امامي وغرزتين خلفي. بعد كده 2 امامي، بعد كده غرزتين خلفي. كده انا اشتغلت واحد امامي بس. هشتغل واحد امامي تاني. الامامي بدخل الابره خلف العمود واسحب الخيط، بخرج من حلقتين في حلقتين. انما الخلفي بخلي العمود خلف الابره واسحب واخرج من حلقتين في حلقتين. يبقى انا هشتغل السطر كله غرزتين امامي وغرزتين خلفي بالطريقه دي. خلصت السطر، كنت بشتغل عمودين امامي وعمودين خلفي. هنقفل بالمنزلقه في تالت سلسله من غرز الارتفاع، وهكرر السطر ده. هنزل هنا كده على العمود، اخد حشو سلسلتين ارتفاع. ده كده يعتبر معايا عمود امامي. بعد كده اللي بعده في الامامي هشتغل امامي. بعد كده هيقابلني عمودين خلفي هشتغل فيهم خلفي. يبقى انا هكرر السطر ده عمودين امامي وعمودين خلفي. خلصت السطر اللي كنت شغالة فيه، هقفل بالمنزلقة 3 سلاسل ارتفاع، وبكده يكون القمر معايا خلص. مش هرتفع اكتر من كده. لو انتي بتعملي المقاس اكبر من كده فبترتفعي سطرين كمان. السطر الجديد هرتفع 3 سلاسل، وفي كل غرزة هشتغل غرزة عمود لنهاية الدور. غرزة عمود عادية جدا، بدخل في الحلقتين واعمل غرزة عمود. هقفل بالمنزلقة في 3 غرزة من سلاسل الارتفاع. بعد كده السطور اللي جايه كلها هشتغلها عمود امامي وعمود خلفي، عمود امامي واحد وعمود خلفي واحد، لحد ما اكون الحجم المناسب اللي انا محتاجاه. يعني هشتغل 7 سطور عمود امامي وعمود خلفي. هنبتدي العمود الامامي الغرزه بتاعته من هنا كده، هندخل وناخد حشو خيط وناخد حشو وناخد غرزتين ارتفاع.
ده بمقام عمود اولاني. بعد كده هلف الخيط واجي هنا في العمود اللي بعده اخد عمود خلفي، واللي بعده عمود امامي، عمود خلفي اللي بعده بالطريقه دي، عمود امامي وعمود خلفي. وهفضل الف وهاجي هنا ابتدي السطر بتاعي زي ما ببتدي من هنا كده غرزة حشو، وبعدين سلسلتين ارتفاع، واكمل لحد ما اوصل للحجم المناسب. انا هشتغل 7 سطور، ده بالنسبة لي كده اول سطر. هشتغل كمان 6 سطور. احنا كده خلصنا ال6 سطور اللي انا قلت عليهم على حسب الشغل اللي انت بتشتغليه والمقاس اللي انت بتشتغليه. بعد كده انا مش من غير ارتفاع، بدون ارتفاع ولا اي حاجه خالص، هدخل هنا في العمود الامامي. انا هنا قفلت من الغرزه بتاعتي دي، فانا هتناقص بقى، هعمل غرز تناقص. فانا هدخل في العمود الاولاني ده وهتخطى العمود الخلفي، وهدخل في العمود الامامي واعمل حشو وابتدي الغرزه بتاعتي. ارتفع سلسلتين هيقابلني العمود الخلفي، هدخل اعمل فيه عمود خلفي. بعد كده هيقابلني العمود الامامي والخلفي والامامي. انا هتخطى الخلفي ده وهدخل في العمود الامامي مع العمود الامامي كده واعمل الغرزة بتاعتي بالطريقة دي. يعني انا بتناقص، بعمل تناقص في الغرز الامامية. هيقابلني العمود الخلفي هعمل عمود خلفي، هيقابلني العمود الامامي هدخل فيه بالطريقة دي مع العمود الامامي، وهتخطى العمود الخلفي وهشتغل فيه الغرزة، وهكمل لنهاية الدور. هنا انا وصلت لنهاية الدور، هقفل بالمنزلقة. هنا انا هشتغل يعني هشتغل سطر عمود امامي وعمود خلفي. هرتفع غرزة العمود الامامي، هدخل في العمود واعمل حشو، بعدين هرتفع سلسلتين وهشتغل هنا امامي، واللي بعده كده خلفي. يعني هشتغل السطر كله عمود امامي وعمود خلفي بدون اي تناقص. هقفل هنا في غرز الارتفاع بالطريقة دي. بعد كده هكرر السطر بتاع التناقص، هرتفع سلسلة كده وهاخد العمود الامامي مع العمود الامامي واعمل حشو سلسلتين. هيقابلني الغرزة الخلفية هشتغل فيها خلفية. بعد كده هيقابلني العمود الامامي، هتخطى العمود الخلفي ده وهاخد العمود الامامي واشتغل الغرزة بتاعتي. هكمل لنهاية الدور. هقفل بالمنزلقة في اخر سلسلة عندي بالطريقة دي. السطر الجاي بقى هيقابلني كل الاعمدة امامي زي ما انتم شايفين كده. هشتغل في العمود الامامي، هشتغل في العمود الامامي عمود امامي، هرتفع عادي جدا وهاجي هنا في العمود الامامي اشتغل عمود امامي، وهنا برضو عمود امامي لنهاية الدور. وبكده تكون الطاقية خلصت. الجزئية الصغيرة دي هسيب شوية من الخيط وهقفلها بإبرة التنظيف بتاعتي. وبكده خلصت طاقية البيبي. اتمنى ان هي تكون عجبتكم، تقدروا ان انتوا تنفذوها. غرزتها سهلة جدا وبسيطة. ونشوفكم في فيديو جديد على خير ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله.